لو ما شفتيش الاجزاء اللي فاتت من حكايه كافكا فروح شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا اللحظه اللي غيرت مصير كافكا بالكامل، تحوله لكايجو وانضمامه لقوات الدفاع. وكمان شفنا لاول مره الكايجو المرعب رقم 9، الوحش اللي بيقدر ياخد شكل بشري، والمواجهه الناريه اللي خلصت بهروبه. بعدها جت المعركه الاسطوريه ضد كايجو رقم 10 واللي انتهت بهزيمته، بس قبل ما يموت فجر كل حاجه وحول الكايجو لقنابل موقوته. ساعتها ما كانش قدام كافكا اي اختيار غير انه يكشف السر بتاعه ويتحول قدام الجميع علشان ينقذهم، وده خلى قوات الدفاع تحتجزه بعد ما شافوه وهو متحول للكايجو. فيا ترى ايه مصير كافكا واللي مستنيه؟ ويا ترى الكايجو رقم 9 بيخطط ليه بالظبط؟ كل ده هنعرفه في حلقه النهارده، علشان كده روق دماغك، جهز مشروبك ويلا بينا نبدا. بتحصل هزه ارضيه والناس بتجري في كل مكان، وبنشوف كافكا ومينا وهم بيجروا، وفجاه بيحصل انفجار مدوي في المكان ومينا بتقع على الارض. كافكا بيروح يطمن عليها بيقول لها كله هيبقى تمام. في نفس الوقت بتحضر قوات الدفاع وكافكا بيشجعهم، وبوم انفجار تاني وكافكا بيقعد ينادي على مينا بس ما بيشوفهاش بسبب الغبار. واول ما الغبار يختفي بنلاقي قوات الدفاع جوات عشان يتصلح. بتقول له كلامك صح، وبالمناسبه النهارده يوم لقاء المجندون الجدد لفرقهم الجديده. بعد شويه بنشوف رينو وفروهاتشي، ورينو بيقول له يا ابني احنا كده هنتاخر، بيقول له يا عمي تعال ده هي صوره. بعدها بيكملوا طريقهم. على الجانب التاني بنشوف كيكورو وهي بتالف في رسائل الفرقه، وبتشوف صوره فروهاتشي وبتقول لنفسها علشان لو حصل وكافكا فقد السيطره تقدر توقفه. وفي نفس الوقت بيدخل عليها القائد يجي بيقول لها جاهزه تنضم للفرقه الاولى. كيكورو بعد التوتر بتقول له انا جاهزه بكل قوتي. بعدها بنشوفهم هم بيتحركوا، وكيكورو بتقول لنا الفرقه الامريكا اسمها مسمع هناك، ده هو افضل مكان علشان اصير اقوى. واول ما يوصلوا لغرفه نقيب الفرقه الاولى يجي بيقول لها استنى شويه، ويدخل يضربه. يقول له مش انا قلت لك اجي لك على الساعه 2؟ انت ليه مش مرتب المكان؟ بيقول له دي غرفتي وانا اعمل اللي عايزه. بيقول له دي مش بتاعتك، دي تخص قوات الدفاع. بيقول له طيب ما هي تخصكم بقى، ما ترتبوها انتوا. بيظهر الفرقه الاولى وهي رايحه ناحيه الكايجو، بيجهزوا الاسلحه في اتجاهه وبيضربوا عليه نار لتغيير اتجاهه. بعد ما غيروا اتجاه الكايجو غين بيكلمه بسبب الدرع اللي على جسمه. وفي نفس الوقت بنشوف كيكورو موجود على الطياره اللي بتعدي من فوق الوحش، وبتبدي اعجابها بمهارات الجنود اللي متحكمين في حركه الوحش. بسبب مهارات الجنود لان اضعف واحد فيهم بيستعمل 40% من قوه بدله الوحش للمكان اللي هم عايزينه. بيقول لهم استعدوا للعرض. بيرفع شعره وبنشوف عينه مليانه بالحماس وهو بينط من الطياره، يطلع سلاح ويشحن طاقه في السلاح، وبوم يضرب الوحش ضربه واحده مليانه طاقه، وبوم الكايجو ينفجر ويترمي في كل اتجاه. في الوقت ده كيكورو بتفهم ان اللي كان عايزه منها غين هو الطاقه المدمره، وفي اللحظه دي بتعرف الوحش الحقيقي لقائد نقيب الفرقه الاولى لقوات الدفاع. تاني يوم بنشوف غين ماسك الجريده بيشوف فيها خبر قضاء مينا على الوحشة الكرة، وبيقول له يسارو محتاجك في موضوع كايجو رقم 8. وفي الجانب التاني بنشوف كافكا وهو في الحجز بيتمرن، وبيقول انه ليه 5 ايام من ساعه ما يسارو كلب. وبعد اسبوع كانت الحياه ماشيه بشكل طبيعي والناس رجعت تعيش يومها كأن مفيش حاجه حصلت. لكن فجاه الارض بدات تهتز، المصدومه بيبصوا جوه الحفره ومش فاهمين حاجه في اي حاجه، وفجاه خرج منها عدد ضخم من الكايجو على شكل نمل. وفي الجهه التانيه كانت كيكورو رايحه لغرفه غين، بتقول له ما تهربش المره دي، تعالى نتمرن. بيبص فيها وبيقول لها ينفع تديني شويه فلوس؟ كيكورو مصدومه بيقول لها والله ما عارف اللي حصل، بس كل فلوسي ضاعت من غير سبب. يا راجل ده كلام برضه. بتقول له انا شايفه صناديق كتير فسيبك من الهبل ده وتعالى نتمرن. وفجاه بنسمع جرس الانذار وبنشوف ايجي داخل لهم بيقول لهم حان الوقت، وثواني والفرقه الاولى تكون جهزت نفسها، وغين بيقول لهم يلا بينا ندمرهم. على الجانب التاني بنشوف بنت مجروحه مع اخوها بتقول له انا خايفه. اخوها بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش القائد غين هيجي ينقذنا. مش بيلحق يخلص كلامه وبيحضر كايجو عملاق، والولد بيقف قدام الوحش علشان يحمي اخته، والكايجو بيهجم عليه علشان ياكله. بس تخيل معايا انه هيموت والقائد غين في المكان. لا والله غين بيحضر في المكان وكلها ضربه ويكون الكايجو اتدمر. غين بيبص للولد وبيقول له عايزك لما تروح البيت تكتب على النت 10 مرات النقيب غين جامد جدا. وبيحضر 2 من الجنود بياخدوا البنت والولد لمكان امن. في الناحيه الثانيه بنشوف الجنود قربوا يخلصوا على الكايجو، وفي نفس الوقت بنشوف غين بيكلم كيكورو وكافكا بيقول لهم عليكم تقتلوا اي كايجو يوصل لمنطقه الاباده. بيقولوا له تمام، وبنشوف طيارات بتضرب نار على الكايجو لاستدراجهم لمنطقه الاباده. وبنشوف كيكورو وهي بتجهز نفسها وبتشحن طاقه للهجوم على الكايجو، وفي لحظه بيظهر كايجو ولكن في اقل من ثانيه بتوصل كيكورو بضربه واحده تقتل الوحش. في اللحظه دي بتقول لازم اطور من نفسي اكتر بالمستوى ده، انا اضعف من سويتشيرو. وبسرعه البرق تروح للوحش الثاني وبوم تكسح الكايجو بضربه واحده. الكل بيبدي اعجابه بقوه كيكورو. وفي الجهه الثانيه بنشوف غين وهو بيبص على النمل وبيقول غريبه النوع ده من الكايجو يطلع على السطح، شكل كده في ان في الموضوع. وفي الوقت ده بيكون الكايجو وصل لمنطقه الاباده والفريق مجهز نفسه، وبنشوف كافكا متوتر وبيبدا يتحول جزء وبيجري في اتجاه
فيها الكايجو، وبيضرب لكمة في النمل بس دي مش كفاية، بيحاول يتحول بس مش عارف، وبأم النملة تضربه ضربة ترميه في الحيط. بيحاول يقف على رجله وفي نفس المكان بتظهر حفرة يطلع منها نملة كبيرة أمام كافكا، ومش أي نملة، ده كايجو رقم 9. أوبا، بيقول له أنا حسيت بقوة كايجو رقم 8 بس مفيش غيرك في المكان. هو أنت كايجو رقم 8؟ ده أنا شكلي هلعب معاك. كافكا بيقول يا نهار أبيض، هو بيقدر يحس بقوة الكايجو، وفي لحظة كايجو بيضربه في كتفه. كافكا بيقف تاني بس بيحاول للمرة التانية يتحول بس بيفشل. كافكا في موقف لا يحسد عليه. في نفس الوقت بيوصل خبر لغين يساعد كافكا وهو رايح له، تظهر حفرة يطلع منها كايجو رقم 9 تاني. اوبا، هما مش عارفين يتعاملوا مع واحد علشان يتعاملوا مع اتنين. وبنبص بنشوف ان كل الكايجو اللي مات رجع للحياة مرة تانية. صدمة بكل معنى الكلمة. غين بيقول اول ما الكايجو رقم 9 ظهر غير احداث المعركة. وفي نفس الوقت بنشوف قوة الدفاع وهي رايحة تساعد كافكا. بس انتوا بتعملوا ايه؟ ده كايجو رقم 9 يابا. بيوقعهم على الارض واحد واحد وبيبص فيه بنظرة كلها غرور وبيقول له جاهز يا كايجو رقم 8، ده دورك تموت دلوقتي واخد قوتك. بيرمي عليه هجوم قوي وكافكا بيتفادى بصعوبة. بيحاول يتحول للمرة الرابعة بس لا حياة لمن تناد. الكايجو بيجهزوا الهجوم الاخير وفجأة بوم، الكايجو اتقسم نصين. وده من مين؟ ده من كيكورو بنت الجامدين. بس تفتكر الكايجو هيموت بالسهولة دي؟ لا والله، بيرجع تاني وكيكورو بتشحن نفسها بالطاقة ومستعدة تكمل. وفي الجهة التانية بنشوف غين واقف في مواجهة الكايجو التاني. الكايجو بيقول له خليني اخلص منك بسرعة علشان اساعد ونقتل الكايجو رقم 8. غين بيقول له انت عايز تقتل الكايجو رقم 8؟ ده ظابط ضعيف اما لنا نقيب. بس قبل ما يخلص كلامه الكايجو بيهجم عليه. لكن تفتكر غين هيحصل له حاجة بهجوم ضعيف زي ده؟ لا والله، بيرفع عينه لفوق وبنشوف غين نازل له من السماء بيقول له ما خلصتش كلامي لسه. الكايجو بيقول له يعني انت فاكر نفسك اقوى من كايجو رقم 8؟ غين بيشد سلاحه ونظراته كلها غضب وبيشتبكوا مع بعض. وفي الجهة التانية بنشوف كيكورو بتقول لي كافكا هتقدر تتحول؟ بيقول لها بحاول بس مش عارف. بتقول له ممكن يكون الكايجو عامل لك حاجة تخليك مش عارف تتحول. وفي نفس اللحظة بيهجم عليهم بضربات في كل اتجاه. كيكورو بتقول له انا ههجم عليه واحاول اشيل حركته علشان لو كان بيعمل حاجة تخليك مش عارف تتحول هيكون عاجز وهو بيشفي نفسه. بتبص فيه بكل امل وبتقول له احنا محتاجين قوتك علشان نهزمه. بيقول لها تمام وبيهجموا عليه. الكايجو بيقول لهم ده مش عدل 2 ضد 1. وبنشوفه بيقسم نفسه وبيضرب على كيكورو وكافكا في نفس الوقت. كيكورو بتصد الضربات والكايجو بغفلها وبيضربها يوقعها على الارض. بس تخيل معايا انه يحصل لها حاجة؟ لا والله، بتنط في السماء وبتنزل على الكايجو تقطيع تشريح خليحتها. بعدها بنرجع فلاش باك وبنشوف كيكورو وهي طفلة وبتشوف امها وهي في الاخبار بعد مهمة ابادة الكايجو. وبنعرف ان امها من اقوى الضباط ومعها سلاح مصنوع من الكايجو رقم 4، واحد من اقوى اسلحة قوات الدفاع. وبنشوف كيكورو وهي بتفتخر بيها. واول ما ترجع على البيت كيكورو بتروح لها بتقعد تلعبها وبتشوف الجرح اللي في ايدها. بتقول لها لما اكبر هنضم لقوات الدفاع علشان اساعدك. بتبص في يساره شويه وبتقول له لما تحتاج المساعده امك هتيجي تساعدك. بعدها بنعرف انها ماتت وهي بتواجه كايجو رقم 6. وبنشوف كيكورو وهي بتتوعد بالانتقام والقضاء على جميع الكايجو. بنرجع للحاضر وبتكون كيكورو قاعده بتقطع في الكايجو. في نفس اللحظه بنشوف راس النمله بتتنفخ وكافكا بيجري وبيضربه برجله وبنلاقيه واقع على الارض مصاب. الكايجو بيبص على كافكا علشان يهجم عليه بس دي كيكورو مش هتسيبك يابا. كافكا بيحاول يتحول للمره المليون. بندخل في افكاره وبنشوف الوحش اللي فيه بيقول له لو طلعت هقتل جميع اصدقائك. وكافكا من الخوف عليهم بيفشل في التحول. فبنفهم ان الكايجو ما عملوش حاجه بس كافكا مش عارف يتحول، خايف يفقد السيطره ويقتل اصدقائه. وفي الناحيه التانيه بنشوف غين بيشحن طاقه للهجوم مع الكايجو وبيهجم عليه بكل قوته. والكايجو بيرجع علشان يهجم عليه من بعيد بس على مين؟ ده غين مش هيسيبك يابا. بنشوف غين من بعيد سلاح بيطلع وابل من الطلقات. الكايجو بيتفادى الضربات بصعوبه لكن غين بيتحرك بخفه ومهاره عاليه. الكايجو بيقول له خلاص انا فهمت كل تحركاتك وبيضربه بس غين بيتفادى الهجوم وبيلاقي نفسه محاصر بقنابل في كل اتجاه بتنفجر فيه. بس تخيل معايا انه هيحصل له حاجه؟ لا والله، بنلاقيه قاعد بيقول له كل ده كان تسخين لسه هندخل في الجد. الكايجو مصدوم بيقول له ازاي ما حصلوش حاجه؟ غين بيقول له جهز نفسك للموت. في الوقت ده بنعرف ان غين حصل على شبكيه مصنوعه من عين كايجو رقم 1. وفي اللحظه دي بنشوف داخل تخبيط في الكايجو وهو مش عارف يتوقع حركته. الكايجو بيقول له لا ده هو بيهجم المكان اللي بيتحرك فيه. فبنعرف ان احد قدرات عين كايجو رقم 1 هي التنبؤ بالمستقبل. الكايجو بيحاول يضربه بس ده عارفك هتعمل ايه قبل ما تفكر. بينط في الهواء وبنشوف نواة الكايجو وبينزل عليه وبوم يحوله الى اشلاء. وبهذا يكون تم القضاء على الكايجو. وفي الجانب الثاني بيكون ماسح الارض
الارض بكافكا وكيكورو. وبنسمع كافكا بيقول الخوف من قتل اصدقائي. كيكورو بتقول له علشان كده مش عارف تتحول. بتقول له ما تستهينش بينا، مش انا لوحدي، النقيب مينا وسوشيرو وغينو ورينو وكل الجنود، احنا قوات الدفاع. في الوقت ده بيفهم انه لازم يثق في كل اصدقائه وبيحاول يتحول، والمره دي بيكون نجح في التحول. ايوه كده تبدا المجزره. الكايجو بيقول له ايوه كنت عارف انك كايجو رقم 8، وبنشوفه بيصرخ يرجع كل النمل اللي مات تاني. كافكا بيكلم كيكورو بيقول لها اتعاملي مع النمل وسيبي لي مواجهه الكايجو ده. بيجري ناحيته ونشوف الكايجو بيقول له تعلمت منك كتير في اخر مره تواجهنا بيها، انا دلوقتي جاهز لك. وبنشوفه بيمسك رجل كافكا وبيجهز الهجوم عليه، بس على مين ده؟ كافكا مش هيسيبك بعد كل اللي عملته. وبسرعه البرق نشوفه طلع نواه النمله ودمرها. بيقول له المره الجايه هدمر نواتك انت. الكايجو بيهجم عليه وبنشوف كافكا بيقول له انا ولا مره طلعت قوه كايجو 8، واول ما خليته يسيطر عليا انا دلوقتي بستعمل جسمي بشكل افضل. وبنشوفه بينط في الهواء وبينزل على الكايجو بلكمه مدمره تمسحه من على وش الارض. بنسمع صوت كايجو بيقول له اسف علشان ما عرفتش اهزمك، بس اللي كنت عايزه عملته. وبيموت. في اللحظه دي كافكا بيفهم ان دي كلها كانت نسخ والجسم الحقيقي لسه عايش. بيكلم غينو بيقول له خد بالك ده مش جسمه الحقيقي. وبنروح لمركز القياده وناخد الصدمه. الكايجو رقم 9 كان متحول في شكل انسان معاهم في المركز، وهدفه هو قوه الكايجو رقم 2 اللي يمتلكها ايسارو. وفي الجهه الثانيه بنشوف كافكا وغينو وهما بيتحركوا بعد ما عرفوا ان كايجو بيستهدف قائدهم. ايسارو بيقول لهم فضوا المكان، والكايجو بيهجم عليهم بضربه مدمره، بس ايسارو بيصدها. ايسارو بيقول لهم اهربوا وسيبوهولي انا هتعامل معاه. بيقولوا له لا هيقتلك مش هنسيبك. يجي بيقول له احنا كده هنكون عائق عليه. بنشوف ايسارو بيطلع اسلحته وبيجهز نفسه لمواجهه الوحش. كايجو بيقول مش عارف النسختين بتوعي ماتوا بالسهوله دي ازاي، دول كانوا بالقوه بتاعتي قبل التحول. الاتنين بيضربوا في بعض وفجاه نلاقي ايسارو واقع على الارض. الكايجو بيقول له شكلي كده قوتي زادت بشكل كبير. الكايجو بيهجم عليه تاني بهجوم صاحب، بس تخيل معايا انه هيموت بضربه واحده. لا والله بيصحى تاني وبيقول له هخلص عليك واريح العالم من شرك. بنشوف الشخص ده بيقول لي ايسارو تم اخلاء المكان، يلا نخلي المكان احنا كمان. بيقول له امشي وسيبهولي انا هتعامل معاه. بيقول له مش هسيبك لوحدك، هننتصر سوا، خليني معاك لحد النهايه. بيقول له تمام. وبنشوفه بيرفع قوته بشكل كبير. بيقول له استخدام سلاح كايجو بكل قوته بينقص من عمرك، بس القوه اللي بتاخدها بتكون زي قوه كايجو الحقيقيه بس في شكل بشري. بيقعد يضرب فيه بس كايجو فرحان. بيقول له ايوه وريني اكتر من القوه اللي هاخدها. وبوم ايسارو يضربوا لك مطير راسه. بس كل ده مش كفايه، بيقول له وريني اكتر، ده انت وحش مستفز بصراحه. الكايجو بينزل عليه بهجمات في كل اتجاه، وايسارو مش عارف يعمل حاجه ويديله لكمه تلبسه في الحيط. ايسارو في موقف لا يحسد عليه، الكايجو مش سايبه يتنفس. هي دي شكلها النهايه ولا ايه؟ بنشوفه بيصحى تاني وبيقول له هقتلك حتى لو هيكلفني حياتي. بيجهز قوته كلها في ايد واحده وبيجهز نفسه للهجوم الاخير. بس بنشوف الكايجو بيقول له انا جاهز للهجوم ده قبل ما اجي، ويغير جسمه كله للدفاع. بس ده هيفرق مع ايسارو؟ لا والله بيضرب بايده تانية. الكايجو مصدوم بيقول له مستحيل على بشري يعمل انفجارين في نفس الوقت. وبوم انفجار مدمر، واول ما الغبار بيختفي نشوف ايسارو واقف على رجله. وبنشوف الكايجو لسه عايش بعد كل الهجوم ده، بس جسمه متدمر حرفيا. الكايجو بيقول له ده انت لو كنت كايجو كان زماني ميت دلوقتي. وبنشوفه بيبلع ايسارو في مشهد مؤلم. بعدها بنشوف كافكا وغين وصلوا للمكان، بس بعد ايه بيبص غين على ايسارو وبينادي عليه بس على مين يا صاحبي؟ ده مش ايسارو. كافكا بيقول له ابعد بسرعه ده مش القائد. الكايجو بيهجم عليه وبيتفادى الهجوم. وبنشوف كيكورو بتهجم عليه من فوق بس بدون اي فايده. غين بيهجم عليه شمال يمين فوق تحت. الكايجو بيقول له كفايه لحد كده انا هروح سلام. غين بيقول له في احلامك مش هسيبك تهرب بعد كل ده. بيهجم عليه بس الكايجو بيصد الضربه وبيجهز لهجوم عليه تاني. وبنشوف كافكا بيديله واحده بس كايجو بيصد هجمته بكل سهوله. بيقول له انا فهمتك خلاص. بعدها الكايجو بيديله لكمه وغين بيجيله من ورا. وفي الوقت ده كافكا بيقول مع ان انا وغين بنحاربه بس مش عارفين نعمل له حاجه. الكايجو بيفرد اجنحته وبيقول لهم همشي دلوقتي يلا سلام. وبيتفاجئ ان دراعه انقطع لوحده. غين بيقول له دي فرصتنا. بيهجم عليه وكايجو مش عارف يتفادى الهجوم. بيزودوا طاقتهم في الهجوم وكافكا بيروع عليه بشويه ضربات والجلد بتاع الكايجو بيقع. كافكا بيقول له مش هخليك تهرب. بيديله لكمه بيطيره. بعدها بيجري عليه بسرعه وهي واحده تطير دراعه تاني. في نفس الوقت بيهجم عليه غين وكافكا في نفس الوقت، بس بنشوف الكايجو بيجهز لانفجار كبير. وفي لحظه بعد الانفجار ما بيخلص بنشوف نص جسم الكايجو اتدمر. بيقول مش هتحمل
هعمل أقبيت كده هموت علشان لسه ما تعودتش على جسمي الجديد. بيبص كده بيلاقي غين وكافكا لسه عايشين. بيقول لهم كان مفروض اعمل كده من الاول. بيقسم نفسه وبيهجم على كيكورو والديتور في نفس اللحظه. كافكا وغين بيجروا علشان يحميهم وبيبص عليهم بيقول لهم انتوا البشر اغبياء ما بتقدروش تتخلوا على شخص محتاج. بيقول لهم يلا سلام وبنشوفه طاير في السماء وبيقول لهم اجهزوا للعصر الكايجو. ولحد هنا بتخلص حكايتنا وما تنساش اللايك والاشتراك واكتب لي في الكومنتات الانمي اللي عايزني الخصه. والسلام.